بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده حبيت اعمل معاكم القلقاس واقول لكم ازاي نطلعه بالاخضر، اللون الاخضر الزيتي الجميل ده، لون السلق بتاعه. في ناس بتعمله اخضر فاتح كده، بيبقى السلق ني طبعا. وانا جايه النهارده اقول لكم على خطوات يطلع معانا القلقاس صح الصح يعني. تمام. زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. يعني القلقاس انا بحب اقطعه كبير. لما نكون نعمل كمية لازم نقطعه كبير. لو مثلا عايزين بقى نقطعه صغير، نحاول احنا نعمل كيلو ولا حاجة. تمام. زي ما انتم شايفين، يعني انا عاملة كمية بسيطة، بس انا حبيت اقطعه كبير عشان اوريكم يعني. وطبعا انا عملت معاه محشي وفراخ. انا عامله القلقاس هعمله يوم تاني يعني، هناكله يوم تاني، بس انا حبيت اعمله عشان اكملي بشتغل، فقلت اعمل طبخة يومين يعني. بس هو بيتفضل معاه رز بالشعرية او رز ابيض. طبعا معانا فرخة حلوة زي ما انتم شايفين، غسلناها كويس جدا وحضرنا مية مغلية، نزلنا البصل والجزر واللوري، وابتدينا طبعا نسلق الفراخ. معايا كيلو من القلقاس. طبعا نقيه يعني يكون قد بعضه كده عشان ما ياخدش سوا معانا في التسوية يعني بتاعته. وطبعا يعني عشان نشتريه يبقى موسم الشتاء يعني ممطر، عشان يبقى الأوان بتاعه إنه يستوي معانا يعني. اول ما بيطلع بشاري كده ما بنشتروش، نشتريه والمطره بتمطر، يبقى عارفين ان احنا ناكل القاس حلو يعني. تمام. ابتدي طبعا انا بحب اقشره، اقطعه الاول وبعدين بقشره عشان يبقى سهل معايا. يعني اقطعه حلق وببتدي ايه، ان انا اقشره. من الناس اللي بحب اغسله بالميه السخنه، مش بحبه بالمخاط بتاعه. احنا ممكن ما ينزلش مخاط ونعمله بطريقه صح. بس عايزه اقول لكم طعم المخاط اللي بيبقى مع القلقاس ده بيخلي طعم القلقاس ماسخ، ما بيبقاش مسكر يعني. فانا بحاول اتخلص من المخاط او الميه بتاعته اللي هي بتبقى مزلقه دي خالص يعني. تمام. هنا بقى ببتدي اقطعه طبعا مكعبات. بحب اقطعه مكعبات كبيره او وسط، يعني اكون اعمله صغير، هعمل كميه قليله بعمله صغير، هعمل كميه كبيره بعمله طبعا مكعبات كبيره. تمام. وابتدي طبعا اقطع الكميه كلها زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا خلصنا تقطيع والقاس، وهقول لكم هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، خلصنا الكمية كلها. هنبتدي بقى، حضرنا مية سخنة غليناها، هننزل بالقلقاس بتاعنا وهنبتدي ان احنا نسيبه حوالي ايه، ربع ساعة في المية السخنة دي. لما يطلع المخاط بتاعه ابتدي اغسله كويس جدا جدا بليمون طبعا. زي ما انتم شايفين انا كده بقى ابتدي ايه، ان انا انزل بالسلق بتاعي. آه طبعا بنزل بيه، ما بضيفش اي ماده دهنيه. يعني ايه؟ بنزل بالسلق ينشف ميته، ابتدي اضيف الماده الدهنيه. طبعا معانا قطعه من الزبده، وبحب اضيف شويه من الزيت عشان الزيت يسهل تحميل السلق معانا. تمام. بعد ما طبعا ما نزلت بالزبده، نزلت بكام فص من الثوم، ومش هضيف توم كتير، يعني بتاع 4 أو 5 فصوص من الثوم كده. وابتدي ان انا احمر بقى السلق بتاعي مع الثوم. طبعا ابتدي يعني ما اسيبوش ابدا يعني. ان السلق نتعامل معاه كاننا كده يعني بنحمر شعريه، ما نسيبش السلق ونروح اي مكان تاني عشان يدي معانا، مبقاش ناحيه غامقه وناحيه خضرة، يبقى ملخبط كده في التسويه بتاعته، لا، عشان يدينا اللون التمام اللي هو الاخضر الزيتي. وهنا طبعا ابتدينا ننزل بالشوربة على القلقاس، وهسيبه طبعا يستوي، يا دوبك هيغلي غلوتين وهيبقى تمام معايا. تمام، لان احنا مش هياخد معانا تسوية، لان احنا شارينه في الميعاد الصح يعني. تمام. ضفت الشوربة زي ما انتم شايفين جميلة جدا. ابتديت طبعا اطحن السلق في الكبة، تمام، بشوية مية صغيرين. هنا كان القلقاس استوى معايا في قلب الشوربة، ابتديت انزل بالسلق الاخضر الجميل. طبعا مش هسيبه يغلي كتير، يا دوبك يغلي غلوة كده مع السلق. وطبعا ان انا هطفي عليه. تمام. لونه اخضر جميل جدا زي ما انتم شايفين، هو ده لون القلقاس المظبوط. زي ما انتم شايفين هنقدمه بقى. آه طبعا انا عايزه اقول لكم معلومه. احنا لما نيجي نسخن القلقاس،
هنحطه في حل، يعني لو احنا عاملين كمية مش هنسخنه في نفس الحلة، هنجيب حلة صغيرة وهنسخن على قد ما ناكل. الطريقة دي تخلي القلقاس محتفظ بالقوام بتاعه لآخر طبق. وطبعا بيبقى لون السلق برضو جميل جدا، كتر الغلية بتغير لون السلق. تمام حبايبي واخواتي، متنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.